السلام عليكم يا محمد. ده بركاته. ايه الاخبار؟ تمام يا هندسه، الحمد لله. بصوا، ده بند الدهانات. احنا دلوقتي لسه في مرحله التاسيس، لسه ما خلصناش مرحله التشطيب. طبعا زي ما حضراتكم عارفين في فيديوهات قبل كده اتكلمنا عن بند تاسيس الدهانات. اول حاجه بنعملها بننظف، يعني بنستلم دي بنستلمها على المحاره، الحيطه بنستلمها على المحاره، فبيكون فيها بعض الزوايد. الحيطه ما بتكونش نظيفه، بيكون فيها تراب، بيكون فيها بعض الزيادات، يعني ممكن تلاقي فيها حته جبس. علشان كده اول حاجه بنعمل لها حاجه اسمها المراشمه. المراشمه دي بننظف فيها الحوائط بالكامل، بنزيل جميع الاتربه عن طريق فرشه، بنزيل جميع الاتربه. تبقى الحيطه تمام بتستلمها كبند دهانات. بنبدا فيها على نظافه، ونبدا بقى نعمل المرحله الثانيه وهي مرحله السيلر المائي. طب السيلر ده بيقفل معايا المسام. يعني انت لو شفت المحاره هتلاقي فيها ايه، مسام كده. لو جيت شفت المحاره زي ما حضراتكم هتشوفوا في الصوره اللي قدامكم دي، بيبقى فيها مسام. فالسيلر دي بيقفل المسام اللي موجوده في الحوائط. بعد ما بنقفل المسام بنبدا بقى في المعجون. والسؤال الشائع عند كتير من الناس، بنعمل كام طبقه معجون؟ الحقيقه هي مش قاعده ثابته، بس في المتوسط بنعمل 3 طبقات معجون. ممكن نزود ل4 أو 5 طبقات على حسب الحاله اللي بنستلم بيها المحاره. تمام. وممكن في بعض الاحيان المحاره بتبقى ممتازه فبنستخدم سكينتين معجون فقط، بس دي حالات نادره. لكن المتوسط 3 سكاكين معجون. بعد ما بنعمل المعجون بنعمل صنفره، بنصنفر. طيب بعد ما بنصنفر بنلقط برضو بمعجون تاني، وبعد كده نصنفر، وبعد كده ندي بقى وش البطانه، وبعد كده اللون النهائي للدهان. دي سريعا كده الخطوات اللي بنعمل بيها بند الدهانات. انت وصلت فين دلوقتي يا عم محمد؟ احنا دلوقتي وصلنا لمرحله تلقيط حضرتك. تلقيط، تمام. احنا خلصنا مرحله المعجون والصنفره والبطانه، بعد كده بنلقط. تمام. التلقيط ده تجهيز للتشطيب. بعد التلقيط بقى بتديها صنفره تاني ولا بتدهن على طول البطانه؟ في مرحله صنفره تاني للحيطه بالكامل. تمام. بعد كده نبتدي ايه، ننظف الحيطان بالمقشه، تمام، التراب بتاع الصنفره، وبعد كده نبتدي ايه، البطانه، نبتدي التشطيب البطانه. تمام. دي سريعا كده الخطوات. معانا عم محمد من الناس المحترمه جدا، ومن الناس يعني بصراحه الممتازه معانا في الشغل. بنتمنى له طبعا دايما التوفيق. ربنا يبارك فيك ان شاء الله باذن الله. لو عندكم اي استفسار عن اي حاجه في بند الدهان سيبوا لنا في كومنت، وهنرد على حضراتكم باذن الله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.